اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. تعالوا نفرز مع بعض كده شويه خضار ينفعونا في الازمات، ينفعونا في رمضان. انا هفرز معاكم بنجر، وهفرز معاكم فلفل الوان وكرنب. الاول هنبتدي نقطع الفلفل. بنشيل القلب اللي جوه، تقطعيه بقى جوليان، تقطعيه مكعبات زي ما انت حابه، التقطيع اللي انت حباه. وفي الوقت ده انا حاطه مع البوتاجاز، حاطه فيها معلقه سكر. هنوريكم ازاي بفرز الفلفل الالوان عشان ما يبص منك يعني. في ناس بيحطوه كده على طول، لا انا بحط ميه مغليه على البوتاجاز، احط عليها معلقه سكر بس، ما احطش ملح. تمام. وبخلص التقطيع بتاعي، يكون الميه غلت عندي على البوتاجاز. فحط فيها الفلفل ومطفيه في لحظتها، يعني الميه غليت، يعني ما اسيبهاش على البوتاجاز، يعني خلاص الميه غلت اقوم حاطه فيها الخضار اللي هو الفلفل الالوان، واطفيها واطلعها على الميه الساقعه على طول. اسيبها تتصفى بقى وتبرد، وابتدي اكيسها. دلوقتي هعمل معاكم البنجر ما فيهوش اي شغل خالص، بس يا دوب بقشره وابتدي اقطعه مكعبات واحطيه في اكياس، ولا بحطه على البوتاجاز ولا اغليه ولا اي حاجه، زي ما هو كده يبقى معاكي فريش، وينفع بقى معاكي في سلطه، في ايام رمضان، في اي حاجه انت حباها. يعني ليه شغل كتير قوي البنجر يعني. تمام. فدلوقتي هقطعه واحطه في اكياس واقفله على كده. بعد كده هنشتغل مع بعض في الكرنب ان شاء الله. دلوقتي وريت معاكم الفلفل الالوان بيتعمل ازاي، عشان في ناس كتيره بتغلط فيه، وخساره الكيلو منه دلوقتي 25 جنيه، فحرام لما نسيبه في التلاجة يبوظ، ولا حرام اسيبه مثلا اعمله كده واحطه على طول فبيتهري معاكي كده. خلصت معاكم الفلفل الالوان والبنجر. دلوقتي هشتغل معاكم الكرنب. كلنا بنسلق الكرنب حلو، كلكم متعودين تعرفوا تسلقوا الكرنب عادي، بس انا لما عاوز بقى بحط معلقه سكر ومعلقه ملح في الميه، وبعد كده ابتدي اسلق فيه الكرنب، انزله على الميه البارده على طول في الحنفيه. تمام. بس يطلع من الميه المغليه، احطها على الميه من الحنفيه على طول، برضو زي ما عملنا مع الفلفل الالوان، واسيبه لما يبرد كده، واحطه في مصفى تصفي الميه اللي فيه، وابتدي اقطعه. قطعيه التقطيعه اللي انت حباها. انا بقطعه كده واشيل العرق التخين دون، واقوم برماه واقطعه وبشيله بقى زي ما هو كده، يعني ما اقعدش اقطع ورقه ورقه، لا بلف اللفه دي، اقطعها على 3 أو 4 على حجم الورقه يعني، واشيلها كده ملفوفه. اقوم شايلاهم وحطاهم في المصفى برضو، يعني بعد ما اخلص خالص احطهم في المصفى، لان برضو بيطلع منه ميه برضو لحد ما تصفي الميه اللي فيه كلها، زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي اكيسه وحطيه في الفريزر يقعد معاك في اي وقت يعني. بس انا بصراحه عامله التفريزات دي لرمضان، اذا كان الكرنب او الفلفل الالوان او البنجر هفرزه لرمضان، وينفع في اي وقت يعني، بدل ما تنزلي كل شويه تبقى الحاجه موجوده عندك في الفريزر. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك شير سبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.